السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير بودرة الكروفيت. كيف ما كتشوفوا عندي هنا واحد الكمية ديال الكروفيت. من بعد ما نقيتها خديت هذيك القشرة، غسلتها مزيان وسقطرتها. من بعد كنستها في اللاطا ولا الطاوة اللي غادي ندخل الفران. ضروري من اننا نقدوها مزيان باش تجي تبقى رقيقة، باش يسهل عليها باش تنشف لينا ولا تيبس. ومن بعد كندخلهم الفران على 150 درجه، وكل مره كنجبد هذيك اللاطه ولا هذيك الطاوه وكنحرك مزيان هذاك الكروفيت ونردو معاهم البال باش ما يتحرقوش، باش ما يعطوش المذاق اللي هو مر. من بعد ما يبسوا ليا كيف ما كتشوفوا كناخذ الرويز كنمعسوه هكا ما بين صباعي كيتفرتت دغيا، صافي كنعرفوا انه هاد القشور راه يبسوا ليا مزيان. هنا غندوز غنطحنهم كما قلت لكم البنات. بالنسبه لهاد القشور ديال الكروفيت انا شخصيا ما كنرميهمش، يا اما كنديرهم هكا بودر يا اما كنخبيهم هكا في الكونجيلاتور، حتى كنبغي هكا البويون ولا المرق ديال الكروفيت كنوجدوها بهم. من بعد ما كنطحنهم كيف ما كتشوفوا حتى كيطحنوا مزيان. ضروري ما كنغربلهم في شي غربال اللي كيكون عوينته رقاق، باش هكا كيبقى لينا كيصفي لينا هذاك القشور اللي ما كيبغيش يطحن. هانتوما كيف ما كتشوفوا. من بعد هذا كنسيبو كنلوحو، كنحتفظ بالبودره وما نقولش لكم البنات على الريحه اللي كتكون في هذه القشره ديال الكروفيت، الريحه اللي كتكون زوينه ومجهده. صافي بالنسبه لهاد البودره كنستعملها انايا هكا في الشوربه، كنستعملها في البيتزا، اي حاجه فيها الحوت، وممكن تستعمل حتى في الرز مع الحوت كتجي غزاله. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها وتردوا عليا. وبهكا وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.